النهارده ان شاء الله هيبقى معانا الباحث الاثري محمد خميس. استاذ محمد خميس طبعا منورنا في إساف استوديو. ده نوركم تسلموا لي. كونجرس جاي ان شاء الله في شهر 5. يمكن احنا اخترنا له اسم كاهن. طيب اسم كاهن ده اسم البرديه، عايز حضرتك تحكي لنا القصه جت ازاي من اسم كاهن ده. الحقيقه انا بحييكم على اختيار هذا الاسم لان هو متوافق لحد كبير جدا مع يعني توجهاتكم على ما انا شايف. يعني برديه كهون او برديه كاهن احيانا بتتنطق كده وتتنطق كده، هي واحده من اهم البرديات الطبيه في تاريخ مصر. طبعا مصر القديمه هي يعني حضاره رائده في مختلف انواع العلوم تقريبا، خاصه علوم زي الطب او الهندسه او الفلك. عندنا برديات كتير يعني فيها وصف علمي للطب. يعني المصريين القدماء هم علامة فارقة في الطب. ليه؟ لأن هم حولوا الطب من السحر والشعوذة للتعامل العلمي. ممكن تكون فيها بعض الحاجات البدائية ولا بتاع، لكن تعامل علمي. هي آدم بردية؟ تشخيص. هي مش آدم بردية، في برديات آدم منها شوية يعني على مستوى الاكتشاف زي بردية إيدون سميث أو بردية إبرس، وفي برديات تانية مكتشفة زي برديات الرمسيوم وبرلين وكتير جدا. لكن أهمية بردية كاهون اللي هي لأن هي ركزت على طب النساء في مطلق البشري وعلى الطب البيطري، وده كان مفاجئ. يعني احنا دايما بنتكلم ان الشعوب الاولى لما بتفكر في اي مرض ولا بتاع هتفكر في البني ادمين، لكن المفاجئ هنا ان في جزء في برديه كاهون بيتعرض للطب البيطري، ازاي نعالج حيواناتنا. والإفيه الثاني بقى البرديات اجمالا مكتوبه بالهيراتيقي، ودي نوع من انواع الكتابه المخففه شويه. اللغه المصريه القديمه كتبت في مصر القديمه ب3 خطوط مصريه قديمه، اللي هم الهيروغليفي اللي هو مليان التفاصيل الرسمه المظبوطه قوي، دي الرسومات والهيراتيقي اللي هي مخففه شويه عنها عشان تبقى اسرع في الكتابه، والديموطيقي اللي هي الكتابه الشعبيه، غير بعد كده الكتابه القبطيه اللي ظهرت بعد كده. بس هم دول ال3 المصريين القدماء. فلما بيكتبوا البرديات بيكتبوها في المعتاد بالهيراتيقي، يعني ايه تسهيلا للكتابه. لكن لما جم يكتبوا الجزء بتاع الطب البيطري كتبوه بالهيروغليفي، فده يعني ان هم اهتموا بيه اكتر، وده شيء غريب شويه. يعني انا اقصد ايه، يعني ده كان عايزين يوضحوا ايه فعاليه الحيوانات عندهم. ده بيقول ان اهميه الحيوانات عندهم كانت عاليه الى حد كبير. طبعا برديه كاهون اصلا تم اكتشافها في مدينه اللاهون اللي هي في الفيوم حاليا، والمدينه اللاهون دي فيها هرم من اهرامات مصر الكبيره بالمناسبه. يعني هرم اللاهون دوت اللي بيعامله سنوسرت الثاني واللي بيعود للدوله الوسطى. البرديه نفسها مكتوب فيها ان هي بترجع لسنه 29 لحكم النمحات الثالث، اللي هو برضه كان من اهم ملوك الدوله الوسطى اللي كانت العاصمه بتاعتهم هناك في الفيوم. ودي برضه ده حاجه قديمه جدا، يعني احنا بنتكلم فيما يقرب من 2000 قبل الميلاد، ده رقم بعيد جدا يعني. الحاجه الثانيه اللي اكتشفها طبعا كان عالم المصريات الشهير بيتري، وكانت سنه 1889. سنة 1898 نزلت أول ترجمة ليها للإنجليزي، وآخر ترجمة تقريبا كانت سنة 1975. يعني البردية فيها اهتمام كبير بيها إلى حد كبير. المصريين القدماء بطريقة الكتابة اللي كتبوها بالهيروغليفي للحيوانات أكدوا على اهتمامهم بالحيوانات. يجوز ده برضو لأن المصري القديم من أقدم الشعوب اللي ربت الحيوانات في البيت. يعني احنا عندنا أدلة كتير على مصريين قدماء مربيين حيوانات أليفة داخل بيتهم. الحيوانات دي تنوعت من قرود البابون أو قرود الشمبانزي العادية أو الزراف أو الغزلان أو بل أنا عايز أقول لك إن في عالمة طلعت مما قبل الأسرات أدلة على احتمال تربية فيل بشكل خاص، كان محطوط عليه كمان أدوات حاجات تجميل وبتاع كوزموتكس مما قبل الأسرات في نخن اللي هي حاليا الكوم الأحمر في أسوان. بس كمان كان هنقول ان كان اشهر حيوانين موجودين في التربيه المنزليه هم القط والكلب. القط بطبيعه الحال لارتباطه بمعبودات كتيره عند المصري القديم، اشهرهم باستت المعبوده الجميله اللي بتاخد شكل القط وبتبقى ليها دور مهم في حمايه البيت الداخلي، وكمان ممكن تحميه بشكل قوي لما بتتحول لانثى اسد لو هي عايزه. كانت بتتحول طبعا كلهم كانوا بيتحولوا. دي نقطه مهمه. لأن المعبود المصري القديم في الأساس ملوش شكل ثابت. طب معلش أسأل سؤال. دايما الناس بتبقى متخيلة اللي احنا أو الحضارة المصرية القديمة كانوا بيعبدوا الحيوانات، ده حقيقي؟ شوف قطعا لا. هقول لك أدلتي في ده. المصري القديم كان بيلاحظ الطبيعة اللي حواليه، بيشوف الطبيعة شكلها إيه.
فهو عنده معبود ليه صفه معينه. حورس مثلا مسؤول عن السماء، يبقى ايه الشكل اللي المفترض يعني يتخيل المصري القديم ان هو واخده حورس عشان يشوف من السماء؟ يبقى صار او نسر. تمام. هو شايفه كده موجود طول الوقت. لكن لو حورس حب يبقى تمساح، يبقى تمساح عادي، تحول عادي. يعني انت عندك معبد فيلة مرسوم فيه حورس وهو واخد شكل تمساح. طب لو حب ياخد شكل تعبان يبقى تعبان عادي، مرسوم برضه حورس في معبد دندره وهو واخد شكل تعبان. اول مره اعرف دي. شكله ايه مش ثابت، كل ما الظروف اللي حواليه بتحب يعني تنفع يعملها على طول، يغير شكله لما يتناسب مع الظرف. يعني هي صفات بس مش قصه عبادات. اللي حتحور حاجه تانية، حتحور بتاخد شكل بقره. طب انا جعان دلوقتي، اذبح البقره واكلها عادي، عادي خالص. صحيح، صح. صقر بيهجم عليا انا خاف عشان حورس، لا طبعا عادي. ما كانش فيه تقديس للحيوان في حد ذاته، لكن صفاته. كان فيه احترام للحيوان. عشان كده كانوا بيربوا الحيوانات في بيوتهم. وعشان كده تبص تلاقي ان الامير تحتمس وهو ابن امنمحات الثالث مش مجرد ان هو كان عنده قط مربيه، ده لما القط مات حنط القط وعمل له تابوت مخصوص. وكان اسم القط تاميو، كان مسميه تاميو جاي من طعمه. انت فاهم الكلام؟ ميو ده كان اسمه القطه بالمصري القديم كانت ميو على اسم الصوت. تفهمني؟ فيعني ده موجود. في حته كمان تانية مثلا في اميره اسمها معت رع. الاميره دي كانت اخت بسوسنس الاول وبنت باينجم الاول، دول تقايل. بسوسنس الاول دوت هو الفرعون الفضي اللي لقوا المقبره بتاعته كامله، الموميا بتاعته موجوده، التابوت بتاعه موجود في المتحف المصري اللي في التحرير حاليا، وكله معمول من الفضه. عارفه. كانت ليها دور مهم اسمه الزوجه الالهيه او المتعبده الالهيه الامون، ودول ما ينفعش يتجوزوا. لما لقوا المقبره بتاعتها اكتشفوا ان موجود معاها طفل متحنط، فقال لك ايه ده ابنها؟ مش ممكن، لان دينيا ما ينفعش تخلف. لما قعدوا يشوفوا اللي متحنط ده اكتشفوا ان هو قرد بابون. هي كانت مربيه قرد بابون، ده القرد الاليف بتاعها اللي مربياه معاها. هو احنا كنا بنستورد حيوانات من بره؟ لا خالص، دي طبيعه الحياه في التوقيت ده. خلي بالك ان مصر كانت في وقت من الاوقات فيها ادغال، وفيها من حوالي 10,000 سنه فيها ادغال وفيها مساحات خضراء كتير وفيها غزلان وفيها حيوانات مفترسه وفيها افيال برضه. لكن مع حركه التصحر اللي حصلت من حوالي 10,000 سنه، كل ما التصحر بيحصل والتصحر ما بيحصلش بين يوم وليله، يعني كل ما التصحر بيحصل كل ما الحيوانات بترحل اكتر للجنوب في المناطق اللي فيها خضره. لكن فضلت الحيوانات موجوده معانا. القرود كانت موجوده معانا، بنربيها في البيوت، بتجمع لنا الفاكهه. في بعض المقابر رسمه القرود بتجمع الفاكهه. انت مدرب القرود على كده، وبتشتغل قرود بوليسي. وريني بقى انت لو هربت من الكلب البوليسي هتهرب ازاي من القرد البوليسي؟ صعب مستحيل. يعني ده مصور على المقابر. ايوه. عندنا الكلاب موجوده في مقابر كتير جدا. يمكن مقبره مثلا المقبره اللي هو الاسم ميريروكا، مقبره ميريروكا في الاسره السادسه، هو راسم كلاب الصيد بتاعته اللي بالاطواق، وراسم القرود اللي هو مربيها، وهو حاططهم كده عشان يوريك هم دول كان بتحصل عنده ازاي. خنم حتب في خنم حتب الثاني للمقبره السيميليشن اللي معموله في المتحف الكبير، هتلاقي هو راسم كلاب الصيد بتاعته وهي بتساعده في الصيد. ده كان موجود طول الوقت وليهم اسماء. وفي بعض لقينا مثلا في مقبره KV 50 دي موجوده في وادي الملوك، قريبه من المقبره بتاعت امنحتب الثالث، امنحتب الثاني اللي هي KV 35، لقينا فيها كلاب متحنطه تحنيط فائق الدقه، يعني كانه بني ادم. وموجوده في المتحف المصري بتاع التحرير. ولقينا قرود كمان متحنطه في المكانتين. بعض الحيوانات كانت بتحنط لان برضو ليها شيء من يعني ايه تقديس للمعبود اللي واخد صورتها. زي التماسيح مثلا. عندك لو رحت في كومومبو هتلاقي متحف شهير جدا اسمه متحف التماسيح جنب معبد كومومبو، لان ده كان مقر عباده المعبود سوبك اللي واخد شكل التمساح. لكن في حيوانات كتيره بتتربى في البيوت وبتاخد اسماء زي ما قلنا على انا اول مره اعرف انهم كانوا بيربوا الانواع دي من الحيوانات في البيوت عندهم. لا كانوا بيربوا عادي، كانوا بيربوها موجوده يعني. ده اللي يربي قرد دلوقتي هنا تبقى مشكله. تخيل انت مربي تمساح وباجي مين تفسحه. لا مشكله طبعا كبيره. طيب
كان في يعني ايه الادله اللي كانت موجوده ان هم كانوا بيعالجوا او ليهم ابتكارات كاعشاب او حاجات للحيوانات؟ شوف، هو طبعا برديه كهون هي اقوى دليل بيبقى موجود عندنا على وجود هذا العلاج. الازمه اللي بتبقى موجوده عندنا في توثيق الحياه اليوميه عند المصري القديم ان هو ما كانش بيهتم قوي بالحياه اليوميه، بمعنى ان اهم حاجه عند المصري القديم هي الحياه الحقه ما بعد البعث. عشان فكل كده ما تعلق بالحياه الحقه ما بعد البعث ده يتوثق حلو قوي ويتكتب على الحيطان وعلى الحجر. عشان كده احنا الاثار اللي بنلاقيها من المصريين القدماء هي ايه؟ مقابر ومعابد. مقابر ومعابد فعلا تتعلق بايه؟ بالحياه الحقه ما بعد البعث. فين بيوتهم؟ فين القصور بتاعت الملوك اللي كانوا حاكمين الارض كلها؟ انا اول مره اخد بالي من الحته دي، بس صح حقيقي فعلا. بس انت لو رحت بقى هتلاقي مثلا جنب مدينه هابو في الاقصر في بواقي القصر بتاع رمسيس الثاني. هتلاقي قصر امنحوتب الثالث في الاقصر، برضه هتلاقي قصر مرنبتاح في منف اللي هي 100 رهينه حاليا. كلها بواقي معموله من طوب اللبن. ليه؟ لان دي حياه زائله، وكل ما تعلق بهذه الحياه الزائله مش مهم يعيش، انما اللي تعلق بالحياه الحقه ما بعد البعث هو دوت اللي نرستقه ونكتبه. هو اللي كاتبينه كويس. الطب على اهميته، والهندسه والطب البيطري كان يتعلق بالحياه الدنيا، فكان مفيش توثيق مهم بالنسبه له. اهميته بس ان هو مثلا يعني ينقل الخبره من خلال بردي ولا بتاع. ورق البردي ما بيعيش كتير لو ما كانش فيه اهتمام حقيقي ليه. فبالتالي بالصدف بنلاقي البرديات وبنلاقيها مهشمه. يعني برديه كهون لقيناها مهشمه الى حد كبير لغايه ما تم ترميمها. يعني انا شفت في متحف الحضارات على ما اتذكر كان في تمثال كده بيكلموا ده اول سونار او كان نشاط طبي. تمثال. احنا عندنا اقدم عضو صناعي في تاريخ البشريه، اللي هو صباع الرجل بتاع احدى السيدات، وده كان صباع القدم الاكبر ومعمول بشكل صناعي. ده اللي موجود في متحف الحضاره. وده مبهر ان انت عندك فيما يقرب من 1350 الفكره اصلا تيجي عندهم مش بيعمل علاج لكسور عاديه، لا ده بيعمل عضو صناعي. كمان هو كده خد باله من اهميه صباع الرجل الكبير دوت في الاتزان مثلا. يعني طبعا غير طبعا اهتمامه بالست، وان الست لازم تكون كامله مكمله، لان احنا كنا بنحترم الستات جدا. برضه هناك في نقش شهير جدا للمعبوده نوت وهي بتلد المعبوده ايزيس. شفته. فالنقش ده موضح لك ان المصريين القدماء كانوا بيعتمدوا على طريقه الولاده جالسا. اللي حاليا بيتكلموا على ان هي من احسن طرق من احسن الولاده فعليا الطبيعيه. انا شفت مسمار تقريبا في العظم. شوف، هو المسمار دوت موجود، وفي حاجه تانية موجوده في السنان اللي هي الواير اللي مربوط بالسنان. بس انا اعتقد ان دول لاحقين مش سابقين، بمعنى ان وجود المسمار دوت في العظم هيخلي ما فيش حركه ممكنه على الاطلاق. ما اعرفش، مستصعب جدا ان هو دوت يكون معمول قبل والراجل عايش. على الارجح ان دوت بعد ما مات، لان هم بعد الوفاه بيحاولوا يخلوا الموميا تكون في احسن احوالها، ان هم ربطوها بالشكل ده. كمان السنان اللي مربوطه بالواير، ناس كتير بتتكلم عن ده اول يعني اول تقويم اسنان. الحقيقه ان ده ما ينفعش، لان لو ده اتعمل هيتسبب في تآكل اللثه كلها. ده احيانا بنستخدمه في طب الاسنان على ايام ما كنت طبيب اسنان يعني. بنستخدمه، بس بنستخدمه كايه، زي ما تقول كنوع من انواع تجبير الفك. لو في كسر وانت عايز تثبت الفك فبتربط السنان ببعضها علشان يثبت العظم في بعضه. فهمت. فما ينفعش حتى يكون أرث. فوجوده بعد في الموميا يدل على الارجح ان هم كانوا بيثبتوا الاسنان للموميا عشان الموميا تكون كامله. فلما الموميا تكون كامله يبعث في العالم الاخر وهو كامل. نقطه تانية لذيذه هنا، المصريين القدماء كانوا بيحنطوا حيواناتهم. التحنيط غرضه ايه؟ انه ياخدوا معاه العالم فرصه علشان تبعث في العالم الاخر، تشوفه تاني. فلما بيكون بيحنط حيواناته فهو شايف انه مهم بالنسبه له، فرصه علشان تكون موجوده معاه في العالم الاخر. حاجه مهمه جدا. في كمان حدوته ليها طابع، انا اعتقد انه طابع اسطوري شويه، بس نشأ بسبب ان المصريين القدماء كانوا بيحبوا حيواناتهم جدا. اللي هي واحد من المؤرخين الاغريق في اسمه بوليونس، يعني الاسم بنطقه احيانا بعجينه كده. بولينوس بيقول ان دخول قمبيز لمصر، وده كان في الاسره 27، وان هو استطاع احتلال كفرس مصر في التوقيت دوت، لجأ فيه الحيله علشان المصريين القدماء ما يحاربوهوش، انه خلى الجنود بتوعه يرسموا على الدروع شكل القطه.
فالمصريين ترددوا ان هم يحاربوه ويضربوا الدروع ديت. فالقطط كنوع من قدسيتها، من احترامهم للقط لحد كبير جدا، فاستطاع هزيمتهم. انا شاكك في المرويه ديت، بس المرجعيه اللي فيها، السبب اللي فيها ان الاغريق شافوا ان المصريين بيحترموا القطط والحيوانات جدا. طب عايز أسأل سؤال، ايه الفرق بين الحضاره والثقافه؟ شوف، الوجود الانساني لا يدل على وجود حضاره. يعني ايه؟ احنا بنلاقي مكتشفات احيانا داله على وجود انسان في المنطقه. ازاي؟ في هياكل عظميه، بواقي هياكل عظميه او بواقي ادوات بدائيه تدل على ان كان في بني ادم هنا، لكن ده لا يعني وجود حضاره في الاساس. اول خطوه في الحضاره هو ان احنا بنتجه للزراعه كمهنه، لان في الاول احنا بنشتغل ايه كبني ادمين؟ صيد والتقاط، بنصطاد حيوانات، بنمشي وراها في كل حته، وبنيجي على الشجر بناخد منه بناخد النقطات منه. لكن لما ابتدت تظهر ظاهره التصحر اللي كلمتك عليها قبل كده في حوالي 10,000 قبل الميلاد، فابتدت الاماكن تفضى من الطرائق. بقت الناس تدور على الحته يقعدوا فيها فين؟ جنب الميه، سواء في الواحات سواء في الانهار. فلما قعدوا ابتدوا يستقروا ويزرعوا. لما استقر ابتدى العدد يزيد، عدينا ال1000. لازم يظهر نظام بقى. صح. ما ال1000 دول هيتفقوا مع بعض ازاي؟ انا وانت عايزين نتجوز البت دي، مين اللي هيتجوزها؟ لازم نعمل سيستم. يجوز يكون السيستم بدائي، بمعنى يدخلوا لبعض عركه واللي يطلع حي يطلع حي. بس سيستم، ده نظام. يبقى في نظام قياده، في نظام عسكري دفاعي او هجومي، في نظام. المجتمع بيظهر له نظام. لكن اهم مكتسب من زياده العدد هو الاطمئنان. اطمنا ببعض، لان في الاول كنا 20-30 واحد، فخايفين طول الوقت الاسد يهجم ولا مش عارف ايه يهجم. فاحنا لما هنعمل الكوبايه، مش عايز اعمل الكوبايه، اعمل لي اي حاجه، حط لي الفخار في النار يطلع باي شكل، حته سودة حته معوجه حته مش فارقه. لكن خلاص اطمنا. ما ترسم لي كده راس جاكل على راس ابن قاوه كده على الكوبايه، نعمل ده المزاجي، مش عامل دوت علشان اشرب ميه. ما انا هتفرق ايه الراس ديت في شرب الميه؟ صح. المزاج دي هي بدايه الحضاره. بس لغايه دلوقتي احنا في حاجه اسمها الثقافه. اول ما اخترعنا كتابه خاصه بينا بقينا حضاره. عشان كده يعني الحضاره من اول ما الكتابه اخترعت، قبلها ثقافه. تمام. في جميع الاحوال. عشان كده اقدم حضارات التاريخ هتلاقيها مرتبطه بالكتابه، وهنلاقي اقدم كتابات هي الكتابه المصريه الهيروغليفيه، الكتابه العراقيه السومريه المسماريه، والكتابه الصينيه. في كتابه تانية برضو موجوده في امريكا الجنوبيه بس مختلفه خالص في السيستم. طب معلش، احنا الحضاره المصريه القديمه كان في كتابتين، هل يعني بسال يعني كان اصلا انا بلاقي النقوش الحفريات ليها رسومات اكتر، ومره شفت برديه كانها بخط تاني خالص فاتلخبطت يعني. انت شفت البرديه فين؟ في المتحف الحضارات كانت محطوطه. برديه سنوحي، بتتكلم على برديه سنوحي. بس كان الخطوط اللي فيها او اللغه اللي فيها مختلفه عن النقوش. اللغه المصريه القديمه كتبت ب4 طرق، 3 مصري و1 مش مصري. هنتكلم دلوقتي. اول حاجه فيها كان الخط الهيروغليفي، وهو خط تصويري قائم على ان انت ترسم رسوم، ودايما بتبقى مستوحاه من الطبيعه، من البيئه اللي حواليه. فيجي يعمل صوت الالف فيقوم راسم النسر بجنبه، يجي يعمل صوت الميم يقوم راسم بومه. كان فيها رموز احاديه ورموز ثنائيه ورموز ثلاثيه، يعني في رموز كانت بتعبر عن 3 اصوات، ورموز تعبر عن 4 اصوات، ورموز تعبر عن صوتين. يعني مثلا علامه العنخ اللي هي مفتاح الحياه، دي عين نون خاء، 3 اصوات مع بعض، وهكذا. يعني تفاصيل من النوعيه دي كان الهيروغليفي. والهيروغليفي كان منضبط جدا، الرسمه كامله، هترسم بومه راسم البومه كامله مظبوطه، هترسم الصقر راسم الصقر كامل، وهكذا. مع الوقت احنا مضطرين نكتب على بردي، احنا ده بنعمل على الحيطان وبناخد وقتنا براحتنا. عايزين نكتب على بردي ويبقى الموضوع اسرع. ما كنتش اعرف دي بقى، كانت مفاجاه. فيقوم عامل ايه بقى؟ يخفف الرسمه، بدل ما يرسم البومه كلها يرسم الاوتلاين الخارجي للبومه، بدل ما يرسم الصقر كله يرسم الاوتلاين الخارجي للصقر. فتبقى ديت هي الايه وديت هي الام، هي ديت الالف وديت الميم. انا سالت عليها لان كانت مفاجاه بالنسبه لي. البرديه اللي انت شفتها مكتوبه بده اللي هو الهيراتيقي، الاول الهيروغليفي بعدين الهيراتيقي اللي انت شفت منها الكتابه بتاعت برديه سنوحي دي مكتوبه بالهيراتيقي. لكن مع الوقت كمان لما العامه ابتدوا يبقوا محتاجين لتوثيق حياه يوميه كتير والكتابه تبقى اسرع، ظهر الخط الديموطيقي اللي هو تخفيف حتى من الهيراتيقي. دي عامله زي في العربي الكوفي والنسخ والرقعه. لو واحد مش عربي، لو واحد ما بيعرفش عربي وجه يقرا نفس الجمله وهي مكتوبه ب3 خطوط دول، مستحيل ينكم ببعض حتى لو هو عارف بدايه عربي. يعني تخيل كده محمد رسول الله
مكتوبه مره بالكوفي ومكتوبه مره بالنسخ ومكتوبه مره بالرقعه. ما اعرفش اقراها. انت تلقطها. لكن واحد يا دوبك بيتعلم عربي ولا بتاع مستحيل. ده انا على فكره ساعات بتبقى بالنسبه لي برضو صعبه جدا مثلا، لان في خطوط عربي قديم كده تحس ما فيهاش نقط خالص. الاول في العربي ما كانش فيه نقط فعلا. لكن بعد كده لما دخل اليونان مصر ابتدت كتابه اللغه المصريه القديمه بالحروف اليونانيه. ازاي بقى؟ يعني اليونان عندهم ابجديه مش رموز بقى، الابجديه قائمه على الرموز الصوتيه بس، فالابجديه بتاعتهم دول هي اللي ابتدت اللغه المصريه القديمه تتكتب بيها. زي دلوقتي ما احنا بنعمل واحنا بنكتب فرانكو، بنكتب اللغه العربيه بالحروف الانجليزيه او الحروف اليونانيه او اللاتينيه، صح مش كده؟ بنزود الرموز للاصوات اللي موجوده في العربي مش موجوده في الاجنبي، زي الحاء، زي العين، زي الخاء، بنعمل لها الرموز. واليابان تقريبا زمان كانوا عملوا كده، كان عندهم هيتاكانا وهيراجانا. ده موضوع تاني مختلف، ده تطوير للغه نفسها، بس هنتكلم في ده. ظهرت عندنا القبطيه اللي هي اللغه المصريه القديمه مكتوبه بالحروف اليونانيه زائد 7 رموز لاصوات مصريه مش موجوده في اليونان. ضافوا ليها، ضافوهم ليها. هي ديت القبطيه اللي هي لغه مصريه قديمه بس مكتوبه باليونان. دي الاربع طرق بتوع كتابه اللغه المصريه القديمه اللي انت شفتها في متحف الحضاره. دي كانت بالخط الفراتيقي مش بالخط الهيروغليفي بس. انت معتاد على الهيروغليفي. لا انت كنت بتقول شكلها جميل جدا، دي كانت مرتبه خالص كانها يعني على والله على الشعره. اليوناني قصدي الياباني بقى، الياباني هو امتداد للكتابه الصينيه. يعني اللغه اللي هتعتبر الاولى شويه على مستوى الكتابه هنا كانت الكتابه الصينيه من اقدم الكتابات، وهي كتابه تصويريه قائمه على الرسم برضه. اذا كان احنا عندنا في مصر او في العراق سيبنا الكتابه القائمه على التصوير اللي هي الكتابه المسماريه العراقيه الهيروغليفيه المصريه ولجأنا للابجديات عشان كده دلوقتي ده بقى اسهل، الصين ما عملتش كده. الصين لغايه دلوقتي بتعملها بشكل التصويري، رسومات. كل الكتابات اللي في جنوب شرق اسيا تقريبا طالعه من الصين، وعشان كده استمرت بالشكل ده. بتتطور كل شويه، يحاولوا يخففوا يقللوا الرموز مش عارف ايه، بس لا زالت مستمره بنفس الطريقه، مختلفه عن اللي عندنا يعني. طيب عايز ارجع بقى الحته كده اللي هي بتاعت شهور السنه 365 يوم. كنت حاجه قلت لي معلومه كده خلف الكواليس انا عجبتني جدا وعايزك تحكيها. احنا عندنا في الحضاره المصريه القديمه كنا بنعتمد على التقويم القمري في الاساس. دوره القمر حوالين الارض لو عملت 12 شهر هيبقوا 360 يوم. لكن في نفس الوقت المصري القديم بيقسم السنه اعتمادا على الزراعه. المصري القديم ما كانش عنده 4 فصول، كان عنده 3 فصول بس. فصل الاخط الفيضان، فصل البرت الزراعه اللي فيه البرد، وفصل الشمو اللي هو الحصاد. كل فصل منهم 4 شهور، وكل شهر بالمناسبه 3 اسابيع بس مش هنسميه اسابيع بقى، نقول اعاشير لان هم 10 ايام. ما علينا من ده. فلما بتعمل اللفه بتاعت الزراعه يعني كان بيعتمد على ظهور النجمة الشعر اليمنية. لقى في فرق 5 أيام. يعني القمر بيعملهم في 360 يوم بس في 5 أيام. طب نعمل إيه دلوقتي؟ هنحلها إزاي؟ لازم يبقى في حل منطقي بالنسبة لدماغ المصري القديم. فعمل لها حدوتة أسطورية. إيه؟ إن المعبود الأول عند المصريين القدماء كان اسمه أتوم، ده اللي طلع من المية وخلق نفسه بنفسه. وده اللي خلق الرطوبة والهواء، عياله اتجوزوا بعض خلفوا السماء والارض، نوت وجب. دول حبوا بعض واتجوزوا بعض بدون ما ياخدوا اذن اتوم. قال له تتجوزوا بعض من غير اذني؟ خيانه. اسود. فقام بعت لهم ابوهم شو اللي هو الهوا يفصلهم عن بعض. دي اللي هي الرسمه بتاعت الكوز دي بتاعت السماء وهي عامله زي قبه كده على الارض تحت والهوا في النص زقها. تمام. بس واكتشف ان السماء حامل. طب انت ممنوعه من الولاده في ولا يوم من 360 يوم بتوع السنه. طب يعملوا ايه؟ محتاسين. فلجأوا للمعبود المسؤول عن القمر اللي هو مين؟ جحوتي، اللي هو مشهور باسم تحوت. قالوا حلها لنا. فده لعب لعبه السنت. لعبه السنت دي اقدم لعبه لوحيه زي الشطرنج كده، شبه الشطرنج. تمام. بس مش عارفين طريقه اللعبه بالظبط. دي اقدم لعبه لوحيه في تاريخ البشريه. لعبها مع القمر، كسب منه 5 ايام. خلفت فيهم عيالها ال4 زيسو وزوريس وسترفتيس، وعملوا احتفالات في ال5 ايام بقى ايام الاحتفالات فحلها مصر القديمه عشان السنه تبقى 365 عشان تمشي. بالمناسبه عبقري. احنا كمصريين اللي اخترعنا الربع سنه كمان، لان احنا مش عندنا سنه كبيسه. ايوه صح. كل 4 سنين. دي لان كل سنه اصلا عباره عن 365 يوم وربع. صح. احنا بنجمعهم كل 4 سنين.
احنا اللي عملنا دوت في عهد بطليموس الثالث. فلما جه اوكتافيان هزم كليوباترا ومارك انتوني في موقعة اكتيوما وبقت مصر ولايه رومانيه، اوكتافيان ده بقى اوجستس بعد كده تحول اسمه، عجبوا الموضوع دوت فنشروا في كل الامبراطوريه الرومانيه ومنها الى العالم كله. فاحنا اللي ظابطين الاداء بتاع تقويم السنه. طيب انا سمعت برضو ان كان الملك المصري كان كل كام سنه بيتعمل له اختبار. انت قصدك رمسيس الثاني، لان احنا عندنا 11 رمسيس. انا عايز اعرف قصه الاختبارات دي وليه. احتفال شديد الاهميه وشديد الجمال في تاريخنا اسمه الحبسد. حب المصريه القديمه يعني عيد اصلا، فاحنا كده بنقول عيد سد ده في خلاف هو حوالين ايه، بس هو على الارجح احد المعبودات يعني. بس ما علينا من ده. الاحتفال دوت كان ليه؟ لان قبل يعني في ايام قبل الحضاره ما تتكون، في ايام الثقافات، ايام الممالك الافريقيه القديمه، كان زعيم القبيله لما بيوصل ل 30 سنه ده الحمد لله نحتفل بيه ونوكله ونشرب له ونجيب له المزز ونبسطه ونقتله. مش عايزين دوشه. أيوة كبر بقى خلاص. يعني 30 سنه راجل دماغ خلاص هيفوت علينا وبتاع دلوقتي بقى ده نجيب واحد تاني صغير هو اللي يحكم. لما بدات الحضاره المصريه القديمه، والحضاره المصريه القديمه كانت بتحترم الانسانيه جدا، فالسلوك ده سلوك اعنف من ان احنا نعتمده عندنا. فعملوا ايه؟ عملوا ان كل ما الملك يوصل ل 30 سنه، وبعض الناس بتقول كل ما الملك يوصل ل 30 سنه حكم مش سن، يثبت جدارته بالحكم. طب احنا مش احنا كنتوا بتقتلوه علشان هو خلاص دماغه خلاص بقى يعني ما بقاش عنده صح، نجيب الجديد. احنا بنعمل ايه بقى؟ نيجي على ساحه الحبسد، اشهر ساحه حبسد موجوده عند هرم زوسر، يجي هناك ويجي من كل مقاطعه من مقاطعات مصر، هم 42 مقاطعه، يجي ممثل يقعد والملك يجري 42 لفه بعدد المقاطعات وهو لابس تاج الشمال، وبعدين يرجع يجري 42 لفه تانيين وهو لابس تاج الجنوب، فيبقى اثبت جدارته الجسديه قدامهم. انا في صحتي اهو يا رجاله ومش محتاج اي حاجه، انا عندي 30 سنه وانت طالع. بيظهر عندنا نقوش تانية ليها برضو تفاصيل لا تخلو من الطرافه، يعني ان رمسيس الثاني مثلا كان بيدرب ابنه امن حرخ بشف على ازاي يكتف الطور ويشده من ديله لوحده. ليه؟ لان في عيد الحبسد اضافه لده كان بيطلقوا طور والملك يطلع يجري وراه يمسكه من ديله ويقعده. طب معلش احنا ممكن نقول على دوت يعني يعتبر كان اول توثيق تاريخي لحته الماراثون او رياضه الجري؟ تقدر تقول ان ده اول توثيق للجري اهوت 42. الملك بيثبت جدارته من خلال الجري او من خلال مصارعه التيران. مصارعه التيران نفسها مش ماسك الطور وقعده. بس الفكره هنا ايه؟ ان بعض الناس بتقول ان دوت شكل رمزي، بس ان الطور دوت هو الحكم، والملك بيثبت ان هو قادر على الحكم، ان هو بيقعد مع الناس يتناقش معاهم. احتفال حبسد نقدر نقول ان هو يعني ايه اول ماراثون في تاريخ البشريه يعني. دي انا بالنسبه لي شايفها كده منطقيه، خاصه المصري القديم يهتم بالرياضه الى حد كبير، زي ما احنا بنهتم بالدماغ بنهتم بالجسم. اصل احنا عندنا في الكونجرس ان شاء الله ثالث يوم احنا عاملين ماراثون ان شاء الله، حضرتك تبقى متواجد فيه معانا باذن الله ان شاء الله. لا حضرتك قائد المسيره كمان ان شاء الله. ان شاء الله. ويعني احنا كانت فكره جت برضو ان هو متأرخ او معروف اللي احنا كمصريين احنا اتفاجئنا برضو اللي احنا كنا اول ناس نثبت الرياضه واهميه الرياضه في الحضاره المصريه القديمه. شوف احنا فعليا مش بنبتدي حاجات كتير، احنا بنستمر في حاجات كتير. We are not beginning, we are continuing what we already did. ازاي؟ احنا جدودنا عملوا كتير جدا، وجدودنا دول بيلت ان جوانا. ازاي؟ باينه ازاي بقى؟ اقول لك ازاي. عندك انا هكلمك بالعلم. عندك عالم النفس شهير كارل يونغ. كارل يونغ هو تلميذ من تلاميذ فرويد. طبعا علم النفس بيؤرخ بفرويد، لان فرويد هو اول واحد يتكلم عن اللاوعي، ويتكلم على ان حاجات كتيره احنا بنعملها واحنا ما احناش قاصدين، دي بنعملها بسبب ان جدودنا كانوا بيعملوها، او انا اسف بسبب ان اللاوعي بتاعنا هو كان بيسوقنا فيه. اللاوعي اللي متكون من الايجو والسوبر ايجو والايد. انت قاعد ليه دلوقتي وحاطط ايدك في مش عارف، لان اللاوعي بتاعك خلاك تعمل الحركه ديت وانت ما انتش عارف ايه. كارل يونغ بقى قال لك ان في ظاهره اسمها الوجدان الجمعي، ان الحاجات اللي انت بتعملها وانت ما انتش واخد بالك انت بتعملها ليه هي اللي كان جدودك بيعملوها وهم واخدين بالهم بيعملوا ايه. يبقى اللي انت بتعمله بشكل لا واعي جدودك كانوا بيعملوه بشكل واعي، فده متسرب لك جوه الدين في اللاوعي. عشان كده انت بتحلم بحلم السقوط. انت بتحلم انت بتقع فولينج. ليه؟ لان جدك كان فوق الشجره، نايم فوق الشجره وقلقان يقع، فانت طلع لك في الحلم ان انت بتقع لان متسرب لك من جدك. في النهايه الحضاره اللي عملها جدودك دي بلت ان جواك،
بكل تفاصيلها. فاللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا مجرد ان احنا بنكمل على اللي جدودنا بنوه، على اللي جدودنا عملوه. ومهم ان احنا نعرف قيمه جدودنا كويس. ده حقيقي فعلا. مهم نعرف منجزهم كويس، ولا نقلل من اي قيمه لاي حضاره اخرى او اي فكر ثقافي او انساني اخر. لكن احنا عندنا جدودنا عملوا واحنا ماشيين على خطاهم. واذا كان جدودنا كانوا مهتمين بالرياضه علشان يعملوا اثبات جداره الملك للحكم من خلال الرياضه، او اثبات القدره العسكريه القدره البدنيه للمصريين من خلال الرياضه، زي ما هو منقوش في مقابر بني حسن او في مدينه هابو، تدريبات المصارعه وتدريبات البتاع دوت التحطيب وتدريبات الرمايه وتدريبات الخيل اللي كانت بتحصل عند المصري القديم. اذا كان كل دوت احنا جدودنا عاملينه، فاحنا من المفترض ان احنا نمشي على خطاهم ونكملها. فابسط حاجه ان احنا نستمر في ممارسه الرياضه. انا يمكن كان حسن حظي لما انا شاركت في الإسافة. انا كان اول مره اعرف المعلومات ديت، اللي احنا عندنا دايما كنت فاكر الحضاره القديمه بتاعتنا ما هي الا مباني بس وزراعه، انما ما كنتش اعرف انها متشعبه في رياضه، في بيطري، في بشري. دي نقطه مهمه جدا. انا بعض الناس لما بتشوف منجز واحد مصري قديم بتتخيل ان هو خلاص ده المنجز العبقري الاسطوري ده ما ينفعش يعملوه الناس دي. ليه؟ لان انت بصيت ليه لوحده. لكن هو احنا بنتكلم على بناء الاهرامات، ولا بنتكلم على صناعه التماثيل الحجريه الضخمه، ولا بنتكلم على نحت المسلات من الجرانيت، ولا بنتكلم على النقوش الدقيقه جدا اللي عاملينها على الاحجار شديد الصلابه، ولا بنتكلم على الاواني الحجريه، ولا بنتكلم على الطب والتفوق غير الطبيعي اللي حصل فيه. انا عايز اقول لك على حاجه، مومياء توت عنخ امون، لو رحت زرت المتحف الكبير، في المتحف بتاع في القاعه بتاعت توت عنخ امون، هتلاقي عاملين 3 سلايدز كده، 3 شرايح كده بيعرضوا فيها الامراض اللي الراجل ده اتعدى. شفتها. ففي الشريحه الباثوجينيك، سيبك من الكونجينيتال، في حاجات امراض خلقيه او امراض وراثه، كونجينيتال او هيريديتري. بيقولوا رجله تقريبا كان في حاجه في رجله، حاجه زي كده. كان في شيء من العرج، كان في متلازمه مارفن، كان في شفه ارنبيه، كان في حاجات من النوعيه ديت. لكن الباثوجينيك بقى اللي مصاب بسبب عدوى، احنا بنعرف الامراض ديت من خلال الجسم المضاد. لان انت جسمك لما بتصاب باي عدوى بيعمل لها جسم مضاد مخصوص. طالما ظهر الجسم المضاد يبقى انت خفيت. صح. يعني الازمه ان انت مثلا لو المرض شديد ما تلحقش تعمل الجسم المضاد، انما لو عملت جسم مضاد هتخف. فهم لقوا اجسام مضاده لايه عنده؟ تبركلوزيس، صح؟ تبركلوزيس، السل، الملاريا، الطاعون. انت متخيل ان الراجل ده اصيب بالامراض دي وخاف منها؟ امال هو مات ازاي في الاخر؟ على الارجح ان هو مات بسبب سقوطه من على العجله الحربيه، لان في اثر لحدوه فرس رجله وشق في دماغه وتكسير في عظم ركبته. بس انت متخيل ان هو اصيب بهذه الامراض المرعبه؟ ده كانت اوروبا لما جالهم الطاعون كان تقريبا كلهم كانوا بيحرقوهم. انت متخيل التطور الطبي اللي انقذ الملك في التوقيت ده؟ بس طبعا كان بيبقى للخاصه شويه لانه كان بيبقى مكلف جدا. انقذ الملك من كل هذه الامراض، تطور طبي غير طبيعي. انت لو فكرت في اي مجال للمصريين القدماء مستقل بذاته هتقول لا ده كان في حاجه تانية كانت الفضائيه جت عملتها له. لكن ما ينفعش، لان هو المنجز متراكب على بعضه، متكامل مع بعضه. بس في ناس حابه النظريه دي قوي. هي مش نظريه، النظريه دي بتبقى في ارض علميه مبنيه عليها. فين الارض العلميه هنا؟ تانية افتراضات بقى. يعني الافتراضات لا ترقى للافتراضات العلميه حتى، يعني بالحب كده وخلاص. بس هي واخده شق كبير قوي من الناس على فكره، بالذات الاجيال الجديده. بحس ان هم يعني حته البرا نورمال او حته. خلينا نتكلم على التاريخ كعلم. التاريخ كعلم بيقوم على ايه؟ بيقوم على ما هو مكتوب. ما هو مكتوب على ايه؟ يا اما يكون مكتوب على اثر، يا اما مكتوب من مرجعيه دينيه في القران الكريم او التوراه مع تحفظنا على التوراه. هم دول المصادر اللي بنتكلم منهم في التاريخ كعلم. لو انا هفرض اي فرضيه المفترض يكون عندي دليل علمي عليها، واحاد الادله لا تبنى عليها النظريات. يعني ايه؟ لو لقيت حاجه مره واحده بس ما ينفعش ابني عليها نظريه، لازم ابنيها، الاقيها مره واثنين وثلاثه فابني النظريه بقى. انا لما اجي بقى اقول لا، ايه مبررنا ان احنا نقول ان المصري القديم ما بناش الاهرامات مثلا؟ يعني ما بيقولوا عشان كانت فضائيه. عشان احنا مش عارفين هو بناها ازاي. صح. عندنا تساؤل غير مقطوع باجابته، هو ازاي بنوا الهرم. لو انا عندي اي فرضيه غير الفرضيه العلميه المفترض ترد على هذا التساؤل. صح؟ وما تثيرش اسئله تانية. يعني هترد على كلمه ازاي وما تثيرش اسئله تانية بلا اجابات. فلو قلنا كائنات الفضائيه، هل ردت على ازاي؟ ده طبعا. طب هل اثارت اسئله تانية؟ كتير.
كان شكلهم ايه، كانوا عايشين مع مصر شكلهم ازاي، إيه، كانوا بيتجوزوا الملوك ولا وبدليل بيتجوزوا مش عارف إيه؟ الحفريات هم والحاجات. مشيوا امتى، قاعدين طول فتره بناء الاهرامات. انت عندك فتره بناء الاهرامات كان حوالي 800 سنه. 800 سنه بنبني الاهرامات، هم مش 3 اهرامات، يعني عندنا ما يقرب من 120 هرم. منطقه الجيزه نفسها فيها 12 هرم. هو اول هرم بني كان هرم زوسر اللي في سقاره، سقاره نفسها فيها 6 هرم، فيها قصدي 16 هرم. سقاره، منطقه الجيزه، هضبه الجيزه، البلاتو بتاع الجيزه اللي فيه 3 اهرامات، فيه حواليهم 9 صغيرين، ففي 12 هرم. انا صراحه عمري ما شفتهم. الدهشور فيها 13 هرم. ابو صير، زاويه العريان، العياط، ده كل ده، ابو رواش، كل ده هنا في الجيزه. ما رحتش على الصعيد وعلى اهرامات الصعيد. احنا عندنا ما يقرب من 120 هرم اتبنوا. اخر هرم فيهم نوثقه هو هرم احمس الاول اللي في البليانه، اللي كان عامله لجدته تيتي شيري، وده يعني بيقول ان اول هرم بتاع زوسر واخر هرم بتاع احمس حوالي 800 سنه. 800 سنه الكائنات الفضائيه قاعده في مصر 800 سنه بتبني اهرامات. انت سايب زحل وبتعمل ايه يا بيه؟ ببني هرم في مصر. سايب اورانوس وبتعمل ببني هرم في مصر. لا طبعا. الاصرار بقى على الفرضيات اللي من النوع دي بتخلي البني ادم اللي بيقولها بغض النظر عنه بيبان جاهل، طبعا جاهل جدا، بل كمان بيبان خفيف العقل. انت بتصر على حاجه يعني ليه تاني؟ احنا عندنا سؤال ازاي، في اجابات عليه بس مش قطعيه، فانا استبدلت السؤال ده ب50 سؤال ما فيش عليه اي اجابه، بل بالعكس ده خلى كمان انا بقول لك زود الاسئله بقى. ده بعد كده قعدوا يقول لك ظبط. اصل شوف الرسمه ديت، الراس عامله ازاي، دي مش عارف شبه الالينز، ودي أيوة، مش عارف ايه. سؤال حلو فعلا. هو فعلا لو بصيت مثلا لراس عيله اخناتون، راسها غريبه جدا، مطوله لورا وبتاع. ده حقيقي شبه الالينز مش كده؟ شبه الالينز يعني. صح. انت شفت الالينز؟ لا. هم شافوا الالينز؟ لا خالص. امال اعرف ان هو شبهه ازاي؟ بالافلام بقى، يعني افلام يا يعني الافلام اللي عمل الافلام شوف الالينز. لا مش كده خالص، انت بتلجأ بقى للتفسير المنطقي في الموضوع، اللي هو ايه بقى؟ هل في اشكاليه مثلا جينيه كانت موجوده ولا اي حاجه. فلما تتكلم مثلا على الموميا بتاعت توت عنخ امون اللي هي كان قريب لاخناتون، يا اخوه يا ابنه، هتلاقيها فيها الالونجيشن اللي هو من ورا واضح. السلايد بتاعت الامراض الكونجينيتال والهيريديتاري بتاعته اللي هي الامراض الوراثيه، بتتكلم على ان هو كان عنده متلازمه مارفن اللي فيها ان الجمجمه من ورا تبقى الونجيتد. فلما يبقوا هم عيله واحده وهو الونجيتد، وبص تلاقي بقى ان اخناتون كان عندي، الناس هتطلع تقلس عليه. ده طبعا لا، ده انا هخلي ده الايدول، انا هخلي ده النموذج اللي انتوا كلكم، ده الملك وعيلته اللي انتوا كلكم نفسكم تبقوا دماغكم طاوله زيه، ولا ده فهمت. عنين جرابيع اللي ما عندكوش دماغ مطوله. تاني، انت لقيتها في عيله توت عنخ امون، لقيتها في حد تاني؟ ولا انت قصدك ان عيله توت عنخ امون ولا عيله اخناتون هي دي اللي كانت عيله الالينز؟ الالينز دول كانوا عايشين بيبنوا الاهرامات. يعني اخناتون ده كان عايش من ايام زوسر وخوفو وخفرع اللي هم في الاسره الثالثه والرابعه، وبعدين قعد عايش لغايه الاسره ال18 وبعدين مات. يعني كلام، الراجل ده عارفين مولود امتى، وعارفين بلاش عارفين مات امتى، لان هو مش عارفين مات امتى صراحه، بس عارفين نهايته كانت امتى. وايه بقى اللي انت بتقوله؟ ايه الطرح؟ لو دول الينز يبقى ايه الطرح؟ واحنا عارفين حدوتاتهم، يبقى ايه الطرح؟ لا ده بعد كده كمان جابوا معرفش شكل طياره، اول طياره هليكوبتر كانت موجوده. ده سؤال برضه حلو، ده انا هتكلم فيه، ده لازم اقول، ده موجود في معبد ابيدوس. معبد ابيدوس ذات البليانه، معبد سيتي الاول في البليانه. البليانه دي في المغرب، البليانه سوهاج، دي اللي طالع منها الملوك الاوائل المؤسسين اللي اسسوا الحضاره كلها. الاسره الاولى والثانيه طالعين من البليانه، مقابرهم هناك. فالمهم سيتي الاول عامل المعبد الجنائزي بتاعه هناك. سيتي الاول ده ابو رمسيس الثاني. فالمعبد ده بيبتدي البناء عند المصري القديم بقدس الاقداس، عمل قدس الاقداس، وبعدين طلع قدامه عمل الصاله المغطاه الاولى، وبعدين جه يعمل في الصاله المغطاه الثانيه، مات. سيتي الاول مات. مين اللي كملها؟ ابنه رمسيس الثاني، هو اللي كمل المعبد وعمل البهو اللي بره، وبقى رمسيس الثاني في كل حته حريص ان هو يكتب اسمه واسم ابوه. ده بتاع ابويا بس انا اللي كملته. الصاله بقى المغطاه الثانيه ديت كان سيتي الاول كتب اسمه بس في حته عتبه كده، لكن اللي عمل الصاله دي كلها هو رمسيس الثاني. فطالما ابويا ما عملش حاجه هنا، فاسمه ما يتكتبش هنا، انا اللي عامل دي. فقام حط حته جبس فوق اسم ابوه وكتب اسمه هو. الجبس ده وقع مع الزمن، الاسمين على بعض طلعوا لنا الطياره، الهليكوبتر والدبابه والغواصه. خلينا نرجع تاني للكلمه اللي انا قلتها لك من شويه، احاد الادله لا تبنى عليها النظريات. لو كانت في دبابه او غواصه او طياره عند المصريين القدماء هتظهر في معبد ابيدوس بتاع سيتي الاول بس،
مش هيرسموها في ال 50 60 70 80 90 معبد التانيين. صح مش هيرسموها في آلاف المقابر. صح. هو بس أصل هنا دي حاجه عظيمه هو كبيره ده يعني، ما المخزن اللي ينفعش. كانوا مخزنين فيه الطياره والهليكوبتر والدبابه واللمبه انا فاكر هل فيها. لقيناها؟ هل لقينا دبابه واحده لا توحد لا ربنا؟ ولا حاجه. هل لقينا ماسوره دبابه؟ هل لقينا مروحه طياره؟ لا بس تقريبا كان لقوا يعني لا، حاجه قرص مدوره سابو، كده، أنت بتتكلم قرص قرص سابو. قرص قرص سابو ده بيرجع للاسره الاولى. رمسيس الثاني ده في الاسره ال 18، الاسره ال 19، مش يعني بينهم 18 اسره. ده بيرجع لمقبره الامير معلش، هي سابو. 18 اسره دي يعني قديم الزمن. اصل الاسره الاولى ديت في فتره التوحيد الاولى اللي هي كانت حوالي 3000 قبل الميلاد. الاسره ال 18 كانت أيوة حوالي صح. 1300 قبل الميلاد، كده وضحت. 1400 قبل كده الميلاد. واحد. اصل لما حضرتك تقول بنقول 19 1300. انت متخيل الفرق؟ انا بتكلم في ما يقرب من 1700 سنه فرق. 1600 1500 عشان خاطرك فرق. قرص سابو دوت بقى لقيناه في مقبره الامير سابو. ده كان في عهد الملك دين من الاسره الاولى. الملك دين ده هو سادس الملوك بعد ملك نيت. لقينا غيره؟ لا. لقيناه في اي حته تانية؟ شكله احد صح. الادله هو اللي بيقول لك ده ينفع يكون جزء من صاروخ، ينفع يكون جزء من مكنه دفع. انا بقول لك ينفع يكون طبق فاكهه، ينفع يكون شمعدان، اي حاجه بقى، ما هي حاجه واحده. لما الاقي حاجه واحده موجوده، ما انا جايز انا ملك وعايز كده، والطبق فيه 3 فتحات كده من بره وفي النص حته بقى. انا امير كبير وعايز المزز بتاعتي كلها، كنت 3 مزز يبقوا ماسكين الطبق وجايين لي شايلين لي. انا حر طالما ما فيش حاجه تقول. في مقصد من النظريات ديت. هو المقصد طول الوقت في رايي الخاص ان هم مستكترين ان الحضاره المصريه تكون عملت كل هذا المنجز في التوقيت اللي كان الغرب فيه في الشلاحات. خليني اقول لك على حاجه. انا ليا كتاب كنت كاتبه، كتاب مهد كمت، بتكلم فيه على بدايه الحضارات، فتعرضت فيه لرسوم الكهوف. فكنت بتكلم على الكهوف اللي موجوده في اوروبا، زي كهف تشوفيو، لاسكو في فرنسا، التاميرا في اسبانيا، اللي هي الدارك ايرا والجولدن ايرا. كنت اسمع حاجه اسمها العصور المظلمه والعصور الذهبيه. دي بعد دي تمام. بعد. ده الكلام ده بيؤرخ بما يقرب من 30,000 سنه. فالمهم في ايطاليا في كهف، في كهف اسمه كهف فالكامونيكا. رجل الكهف الايطالي كان راسم زهره الكامونيكا بشكل كده مختلف، والناس يعني منبهرين بيه. تمام زي الفل. الكهف ده بيؤرخ من 2000 ل 2500 قفنين قبل الميلاد. كنا احنا بنينا الاهرامات ال3. ياه. يعني الرجل الايطالي اللي كان بيعيش في الكهف. كنا مش احنا عملنا حضاره، مش عملنا مدنيه، مش ده احنا بنينا الاهرامات ال3. فبالتالي كبيره عنده ان هو كان ساعه ما الايطاليين كانوا عايشين في الكهوف. الايطاليين دول هم اللي عملوا الامبراطوريه الرومانيه بعد كده. اللي احنا بقينا في وقت من الاوقات منبهرين بقى ولايه من ولاياتهم. بس في الاخر في التوقيت اللي كنا احنا بنينا فيه الاهرامات هم كانوا عايشين في الكهوف. فازاي هو كعقليه الرجل الابيض المتفوق اللي انا بدي للناس الحضاره واللي بعرفها الحضاره، ازاي كانت جدوده عايشه في الكهوف واحنا عاملين كل هذا المنجز الحضاري شديد الضخامه؟ فبطبيعه الحال هو بينكر ده. لا مستحيل. لا اكيد في كائنات فضائيه هي اللي نزلت عملت الكلام ده. كائنات فضائيه. طب جت مصر، اشمعنى مصر؟ اشمعنى مش عندكم؟ اشمعنى ما راحتش عندك تبني عندك شويه هرمين 3؟ اشمعنى يعني؟ عشان انت ما عندكش، مش مخدود من الحضاره. وطبيعه الحال حضاره عملت المنجز الاسطوري ده تبقى مطمع لكل الناس، كل واحد نفسه ان هو يبقى الحضاره دي بتاعته. فتلاقي الافروسنتريك يقول لك ايه؟ لا احنا اللي عملنا دول. طب يا بيه ما عملتهاش عندك في بلدك ليه؟ هم عندهم خناقه تحت قوي بسبب الموضوع ده. ما عملتهاش في بلدك ليه؟ ابسط سؤال. يعني احنا يا عم كرشناك من هنا، احنا الكلاب ده الكلام ده مش مظبوط خالص طبعا. بس احنا اللي كرشناك من هنا ورحت البلد، ما عملتش منها ليه؟ بلاش كلها. ما عملتش هرم زي اخوه مش هتعمله عمرك. بس ما عملتش حتى كده ليه؟ اشمعنى انت يعني جاي هنا تعملها في مصر وتمشي ليه؟ وبعدين مين اللي يتكرش من بلده ده؟ مصر. العقيده المصريه كانت قائمه على فكره ان مصر دي هي احلى واهم واجمل وانظف بلد في الكون في العالم كله. وانا العقيده ليه كان المصريين القدماء ما بيعملوش مستعمرات؟ يعني واحد زي تحتمس الاول ده هزم الدنيا كلها، راح تخطى نهر العراق، نهر الفرات في العراق، وصل لجبال طروس، وصل للجندل الرابع في السودان. يعني كان ما عملش مستعمره ليه؟ عشان حابب البلد دي. مصر القديم كان عنده القناعه
انا مهما حصل ومهما طلعت ما اموتش في اي حته بره، ما اقعدش في اي حته بره عشان ما تموتش هناك، في بيتي انا اموت في مصر، موجوده لحد في دلوقتي. مصر. ده انا موجود لغايه دلوقتي. صح، ده حقيقي. تلاقي واحد سايب البلد من 20 سنه وعايش بره، ما تدفنيش غير في بلدي، ويجي سايب في وصيته ادفنوني في مصر. صح، دي موجوده جوه العقيده بتاعتنا. وفي الاخر انت جاي تقول احنا كنا في مصر وطلعنا ومشينا. طب يا بيه اعمل اللي انت عملته في مصر في اي حته تانية. طب في اخر الحلقه انا عايز اعرف على المستوى الشخصي ايه اللي عمل سبارك شغف عند حضرتك في الحضاره المصريه؟ شوف، هي مش في الحضاره المصريه هل بس. كانت معلومه يعني ولا جت ازاي؟ شوف، هي الاصل في كل حاجه عند القراءه. الاصل في كل حاجه عند القراءه. انا كنت يعني طفل الى حد ما انطوائي، فما كنتش بعمل حاجه غير القرايه. والوالد رحمه الله كان موجه لغه عربيه وازهري، وكانت عنده مكتبه عامره من الشعر والقصص التاريخي. القصص التاريخي المتعلق بالعرب، والقصص العربي ليه طابع اسطوري شويه يعني، سواء حواديت المعلقات او حواديت الصعاليك او. فانا كنت مضروب بالاثنين دول في اثناء القراءه، سواء الشعر او انا الشعر هو المحرك للتمثيل. لان الشعر، لا، انا كتبت الشعر والقيت الشعر، ومن الالقاء دخلت للتمثيل، فبقيت السكه ديت هنا. لكن قراءتي في التاريخ خلتني اهتميت بيه كتير جدا، لغايه ما انا في ابتدائي وقع في ايدي كتيب عن الحضاره المصريه القديمه. فلما قراته انبهرت، وحسيت ان احنا يعني ايه، ازاي مش عارفين الكلام ده، وابتديت اقرا فيه اكتر. ساعتها كمان ظهرت في مكتبه الاسره سلسله سليم حسن بتاعت موسوعه مصر القديمه، كانت بتتباع ب 3 جنيه العدد. ابتديت اقرا فيها وانا مش فاهم اي حاجه، بس العناد وعمال بتقرا فيه، وكل شويه مع الوقت ابتدت تتطور ان انا اقرا لناس تانيين زي دكتور عبد الحليم نور الدين، دكتور عبد العزيز صالح، دكتور احمد فخري، دكتور رمضان عبده. دول علماء شديد الاهميه. ومنهم ابتديت اقرا كمان في المترجمات لجورج شتايندروف او لهنري بريستد او لمجموعه كبيره جدا، لجريمال او مجموعه كبيره جدا. مع الوقت ابتدى الموضوع يبقى الحمد لله ان الاهتمام كان اكاديمي طول الوقت، وفي الاخر خلاص انا درستها بشكل اكاديمي فعلا، وحصل على دبلومه ارشاد جامعه الفيوم. لا ما شاء الله، انا والله استفدت جدا. انا اولا احب اشكرك جدا انك جاي كونجرس وجاي الماراثون بتاعنا. لا جاي، وجهزوا نفسكم للماراثون. لا جاي ان شاء الله. انا هجري بقى من دلوقتي عشان احاول اجري معاك. انا سامع ان 2000 هيبقى قد ايه، كام متر؟ 2 كيلو 5 كيلو 10 كيلو. 2 كيلو 5 10. انا لو جريت كيلو يبقى كويس ان شاء الله يا عم. تجري ان شاء الله معانا كله ان شاء الله. انت شرفتنا جدا في فيت كافيه سافا استوديو، وبجد انا استفدت جدا. المعلومات اللي كانت خلف الكواليس واللي كانت في التصوير كانت انا بالنسبه لي مبهره. طب الحمد لله. بجد منوره حاجات كتير جدا. دي خلتني كمان عايز اشوف البارل لاين بتوين الحضارات دوت. ده مهم جدا بالنسبه لي. الحضاره المصريه القديمه هي حضاره شديده الاهميه والقيمه، واهتمامها بالحياه في مطلقها عظيم. عشان كده بنلاقيهم بيهتموا بالبشر وبالحيوانات بشكل كبير جدا، وعشان كده الطب يؤرخ بمصر، وعشان كده الطب البيطري يؤرخ بمصر. وانا سعيد بتجربه الكونجرس اللي بتحصل وارتباطها بالحضاره المصريه القديمه، وكنا امتداد لما هو سابق، برديه كهون او اول طب بيطري في التاريخ. ويعني مهم جدا ان مصر كالعاده يبقى لها هذه الرياده في منطقه شديده الاهميه وشديده الرقي زي الطب البيطري. ان شاء الله الكونجرس شهر 5 الجاي، يوم 5 و6، والماراثون يوم 7 ان شاء الله. تنور باذن الله. احب اشكر الباحث الاثري محمد خميس، واقول لكل متفرجين سافا استوديو نورتونا. يا رب تكون الحلقه ان شاء الله عجبتكم، ومستنيينكم في الحلقات الجايه. شكرا.